اللقاء اليوم الموضوع ديالو هو الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا الموضوع اللي يشكل موضوع جدال ونقاش كبير بين الأهلية القانونية الممنوحة لهذه الفئة من المجتمع. هل هي أهلية وجوب وأداء أم أنها تقتصر على أهلية الوجوب فقط؟ حينما نقول أهلية الأداء وهو صلاحية الفرد للتصرف في جميع أموره الشخصية والمالية، وأن التصرفات التي يبرمها تصبح نافذة ولها جميع الآثار القانونية. لقاء اليوم كما لاحظتم كان في حضور مجموعة من الفعاليات اللي لهم علاقة بالموضوع والمتخصصين فيه من خبراء من قطاعات حكومية وكذلك من المجتمع المدني، والهدف هو أننا نحاول ما أمكن نلائموا القوانين ديالنا اللي كتهم هذه الفئة مع الاتفاقية الدولية التي صدق عليها المغرب، وخاصة المادة 12 اللي كتقول أنه يجب منح الأشخاص ذوي الإعاقة كامل الأهلية القانونية. ولكن تفسير أو تنزيل هذه الأهلية القانونية تم فيه اختلاف بين الدول الموقعة، بين من يقول أن أهلية كاملة بما لها وعليها، يعني وجوبية وأدائية، ولكن هناك من حصرها وقصرها على الجانب الوجوبي فقط دون الأداء. الآن هذا هو موضوع الحوار اليوم والتفاعل. استمعنا لمجموعة من الاقتراحات، مجموعة من الآراء، كذلك من الإشكاليات اللي كيعيشوها خاصة الجمعيات اللي كتهتم بالإعاقة التي تشتغل في مجال الإعاقة. هذا اللقاء اليوم هو يأتي بعد تطبيقا التوصيات اللي صدرت في واحد اللقاء دولي كان مع مجموعة من الخبرات الدولية حول هذا الموضوع، وكان من المخرجات ديالو هو أننا نتابع الحوار من أجل تغيير وتحسين وتجويد القوانين المتعلقة. الآن حنا كنغتنموا الفرصة ديال الورش إصلاح مدونة الأسرة، ومدونة الأسرة فيها بزاف المصطلحات وبزاف ديال المقتضيات اللي هي لا تخدم مصلحة الشخص الذي يكون في وضعية إعاقة. فنحن الآن في مجتمع جديد، في مجتمع حقوق، في مجتمع أننا نمكن جميع الأفراد المواطنين والمواطنات من كامل حقوقهم كيف ما كانت، وأنهم لما استطاعوش الوصول إليها المجتمع مطلوب بأنه يمكنهم من الوسائل والآليات التي تساعدهم على ممارسة مواطنتهم الكاملة وحقوقهم الكاملة. التنظيم ديال اللقاء ديال اليوم او هذه الندوه الوطنيه ما بين المجلس الوطني لحقوق الانسان والوزاره ديال التنميه الاجتماعيه ووزاره التضامن هو اساسا تمحور حول محور رئيسي اللي هو الاهليه القانونيه للاشخاص في وضعيه اعاقه. لان الاهليه القانونيه كتطرح اشكال طرحته على مستوى الاتفاقيه الدوليه في خلال الماده 12، واللي كتعتبر على ان لابد ان ننتقل أن الشخص في وضعية الإعاقة أن يستفيد من أهلية كاملة، يعني من أهلية الأداء وأهلية الوجوب. إلا أنه طبعا النصوص الوطنية المغرب مسابق على هذه الاتفاقية، إلا أننا طبعا نجد أن النصوص الوطنية لا زال فيها هناك بعض يعني السكوت على أوضاع معينة، إن لم نقل هناك حيف واضح في نصوص معينة، وهناك تسميات لم تعد تليق بالمغرب الحالي. وبالتالي كان هذه لابد انه فرصه باش نتناولوا هذا الموضوع ما بين المختصين، لانه هذا اللقاء ماهوش لقاء تخصصي بل هو لقاء ديال المختصين، لانه الغايه منه هو انه الظرف الان واتي، بحيث انه سيفتح ورش لاصلاح مدونه الشغل، مدونه الاحوال الشخصيه او مدونه الاسره، كما انه سيفتح ورش اللي ديجا مفتوح ديال القانون الجنائي والمسطره الجنائيه. فهذا كله انه الان على المستوى الوطني الفرصه مواتيه لمناقشه هذا الموضوع ديال الاهليه، وبالتالي كان ضروري من استحضار او من حضور جميع المتدخلين من المجتمع المدني ديال باحثين وخبراء من الجامعه، اضافه الى كل القطاعات الحكوميه المعنيه بمناقشه الموضوع. اذا بغينا نتحدثوا على التوصيات اللي خرج بها اللقاء، هو انه كلها توصيات اكدت على اهميه هذا الموضوع، اكدت على انه الوقت قد حان، اكدت على ان الحيف هو حقيقي وليس نظري، اكدت على ان النصوص الحاليه لم تعد تتجاوب مع طموحات المغرب الحالي ومع ما صدق عليه المغرب في هذه الاتفاقيه، وبالتالي التزمنا باننا ان نستمر في النقاش في محطه مقبله حول هذا الموضوع، وخاصه مع السلطه. هذه الندوه عندها اهميه قصوى في نظري، لان كتجي في اطار
تفعيل ما مدى تفعيل حقوق الاشخاص قضيه اعاقه المغرب وتنزيلها، واخترت كتيمه اساسيه وهي الاهليه القانونيه للاشخاص قضيه الاعاقه. نعرف ان اهليه الوجوب مرتبطه باهليه الاداء، فكل شيء عندنا نفس الحقوق، ولكن واش كلنا كنتمتعوا بنفس الحقوق؟ لا، لانه كاين مجموعه من الاعاقات اللي مقصيه من هذا المجال هذا، خاصه الاعاقات الذهنيه والفكريه، وكذلك في بعض الاحيان الاعاقات البصريه. فبالتالي التضافر مع المجلس الوطني لحقوق الانسان ووزاره التضامن والقطاعات الحكوميه المتواجده اليوم مهم جدا، في افق ان المغرب يلائم الترسانه القانونيه ديالو ويجعلها كتلائم مع الفصل 12 من الاتفاقيه الدوليه ومن الاتفاقيه الدوليه بشكل خاص، خاصه وان بلادنا وقعت على هذه الاتفاقيه منذ ما يزيد عن 10 سنوات. فاعتقد ان الولوج الى هذه الحقوق الاساسيه يكتسي اهميه، ولكنه ينبني على هذه الأهلية القانونية التي يجب منحها إلى الأشخاص قضية إعاقة دون استثناء ودون إقصاء، وكذلك العمل على أن تكون ترتيبات تيسيرية من أجل جعل الأشخاص يعبرون عن اختياراتهم بكل حرية ومعرفة